شهدت عملية بيع تذاكر بطولة كأس إفريقيا توتال إنرجي المغرب 2025 انطلاقة استثنائية ومثيرة. أعلنت اللجنة المنظمة أن أكثر من 137 ألف تذكرة تم بيعها حتى الساعة 2 بعد الزوال من يوم الثلاثاء 14 أكتوبر من أصل 400 ألف تذكرة مخصصة للمرحلة الأولى، أي نحو ثلث الحصة المطروحة، في رقم يظهر شغف الجماهير بالحدث الكبير. المرحلة الأولى تشمل جميع مباريات البطولة ال52 التي ينتظرها عشاق كرة القدم في إفريقيا والعالم، فيما ستنطلق المرحلتان الثانية والثالثة يومي 29 أكتوبر و25 نوفمبر 2025، لتشمل كل مرحلة ثلث الحصة المتبقية من التذاكر. وفي مؤشر على الاهتمام الدولي الكبير، سجل عدد طلبات بطاقات المشجع فان آي دي أكثر من 211 ألف طلب، فيما تم إصدار أكثر من 170 ألف بطاقة، بينها 43,865 بطاقة لمشجعين من 124 دولة، ما يعكس البعد العالمي للبطولة التي يحتضنها المغرب. وأكدت اللجنة أن كل بطاقة فان آي دي تخول لحامليها اقتناء تذكرة واحدة لكل مباراة، وأن الحصول عليها يتم حصريا عبر تطبيق هيا الرسمي. كما شددت على أن الموقع الوحيد المعتمد لشراء التذاكر هو موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم tickets.cafonline.com. وحذرت اللجنة من التعامل مع أي منصات أو تطبيقات غير رسمية، معتبرة إياها منصات احتيالية قد تؤدي إلى فقدان الأموال. لتسهيل عملية شراء التذاكر، وفرت اللجنة خدمة زبائن تعمل على مدار الساعة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية عبر الرقم +212 530 30 2030، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني info@yalamorocco.ma. وفي ختام بيانها، عبرت اللجنة المنظمة عن شكرها الكبير للجماهير المغربية والدولية ووسائل الإعلام على تفاعلهم وحماسهم، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة كروية استثنائية تليق بمستوى أكبر حدث رياضي في تاريخ إفريقيا.